شوف، هو الاهلي طبعا الفوز المهم النهارده زي ما الكابتن بركات قال. ماتش الكهرباء الاسماعيليه كون ان هو جاي في قفل لقمه، ده في حد ذاته خلاها ماتش رخم قوي. حتى لو بصيت انه ده كهرباء الاسماعيليه، لكن في فريق منتشي وفريق خارج من فوز مهم وفريق بيثبت العوده بتاعته. اشوف ان احنا لما اتكلمنا في جزئيه مسؤوليه اللعيبه. انا فاكر من بدري قوي قلت لك الاهلي عنده مشكله بدنيه. ايوه، وكانت واضحه جدا. حصل. وده يمكن بسبب برضو ريبيرو وفتره الاعداد. بس في جزء كبير جدا احنا متفقين عليه مسؤوليه اللعيبه وكل اللي بيحصل. حتى لما كابتن وائل كلمك على الفرصتين بتوع الزمالك، ما في النهايه ده مسؤوليه لعيبه. في الجزء البدني اشوف انك انت، احنا لعيبتنا بتحرق بنزين كتير قوي بصراحه. حتى لو بيسهر يتفرج على التلفزيون. مين قال ان اللعيبه دي بتحافظ على نفسها كمحترفين؟ مين قال ان كل واحد فيهم مركز قوي في شغلانته؟ لا، بيسهر وبيتحرك وبيزور ومش عارف يروح فين ويخرج ويروح فين، وفي الاخر بيهلك في الطاقه بتاعته وقوته. المعدل البدني بتاع الاهلي كان بدات تاثيره يبان قوي مع الشد العصبي والتوتر. واتحط الفريق تحت ضغط نتيجه مبالغات كتيره من البدايه. يمكن الكابتن فتح الله قال لك الزمالك من البدايه قوي كان في مبالغه في تقدير حجم الفريق. ماتش المصري ممكن يكون فنيا افضل، بس فين الماتش الثاني في التسع ماتشات؟ غياب لعيبه عند الزمالك. طب ولما كانوا موجودين عملوا ايه؟ ايه الفروقات اللي ظهرت؟ انا بكلمك على منطق المبالغه في التقييم. ماشي. الاهلي لما كان الفريق عنده دروب بدني واضح قوي، كله كان بيتكلم على انه اللعيبه ومحدش كان واخد باله انه في ضغط عصبي وفي شد كتير قوي عند اللعيبه. خاصة انه السواد الاعظم منهم جديد على فرقة النادي الاهلي، ما هيش فرقة هي نفس الفرقة بتاعت السنين اللي فاتت. اولا جديد، وثانيا مشيان الراجل ريبيرو عمل فوقان نفسي شويه، وده استفاد منه عماد النحاس زي معادله السنه اللي فاتت. طيب، هل نعتبر انه الاهلي خلاص عاد مرة اخرى الى لقبه المفضل ولا لسه بدري؟ شوف، منافس الاهلي لم يظهر بعد. منافس الاهلي لم يظهر بعد. انا يعني في رايي انه الزمالك بيراميدز هيكون منافس مباشر على بطوله الدوري. الاهلي حط رجله صح قوي. الزمالك اللي اول الدوري مش منافس. انا اشوف في المعطيات الحاليه لا، مش هيكون منافس للاهلي مباشر. هتبقى المساله بيراميدز. اذا ما بيراميدز رجع للدوري بالحاله اللي هو فيها في افريقيا الزمالك متصدر دلوقتي يا استاذ ابراهيم. الزمالك متصدر لان الاهلي لعب ماتش اقل. ايوه يا استاذ ابراهيم، ثانيه واحده. هو الاهلي بقى مالوش منافس عشان كسب الزمالك وكسب النهارده؟ لا، عشان الاهلي رجع للاهلي. لا الدوري الاهلي لو الاهلي اول ما بيرجع لوضعه الطبيعي من الطبيعي جدا وفقا ليه، وفقا لكفاءه الافراد اللي عنده. ماتش الاهلي عمله كويس لغايه ماتش الزمالك. طب ما انا بقول لك لا هو باستثناء مباراه حرس الحدود قبل ماتش الزمالك كان واضح ان الكيرف بيعلى مع عماد النحاس، واضح. بس ماتش حرس الحدود كان اقل خالص. الزمالك في المقابل ماتشات كتير قوي كان قليل قوي وبيكسب، فالدنيا بتسكت او بيتعادل. انما انا ليه بقول لك بيراميدز الحاله اللي وصل لها في بطوله افريقيا تبان ان نسخته السنه دي من احسن النسخ في الثلاث سنين اللي فاتت. لو لاحظنا استاذ ابراهيم السنه دي هنلاقي الزمالك فقد بنقاط كتير، الاهلي فقد بنقاط كتير، بيراميدز فقد بنقاط كتير في اول 10 جولات. واعتقد ان ال10 جولات اللي ناقصين الزمالك فقد يا كابتن بركات قوي. الزمالك من ال 30 بونت دول فقد كام؟ 12 تقريبا، واخد 18 وفقد 12. الاهلي فقد 9. الاهلي فقد 9 بس لعب ماتش بينهم. ما هو لعب ماتش اقل يا جماعه. الاهلي فقد 9. ما هو الاهلي فقد 9 من عدد ماتشات اقل من غيره. لا، ده لو كسب يبقى لو كسب 9. ايوه اوكي، بس مؤجل مع المصري. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. مؤجل مع المصري. طيب مش مع المصري خالص. على فكره الكلمه دي بتتقال غلط. مش هيسمعنا. مفيش ماتش مؤجل. في ماتش اقل. بس انا عاوز اقول حاجه. استاذ ابراهيم انا اسف اروح للكابتن وائل اباني وبعدين ارجع للكابتن. انا بس اقول على حاجه. استاذ ابراهيم، انت قلت الاهلي لما بيرجع لوضعه الطبيعي ما بينزلش، صح؟ مش ما بينزلش، بتبقى فرصه في الدوري اعلى من غيره. نادي الزمالك لما كان لسه فيه ناشئين طالعه او مجموعه لعيبه كان عنده ازمه وما كانش فيه قيد، خد 2 دوري ورا بعض كويس. وكان الاهلي الاول. على هل ده متاح له دلوقتي؟ هل ده متاح له؟ لا، ما هي كانت نفس الظروف على فكره، ما كانتش ظروف صعبه. لكن إذا المشكله بس في نادي الزمالك ان هو يعيد حساباته. حتى لو في انت شايف يا كابتن وائل انه الزمالك منافس مباشر؟ طبعا. ماشي، طبعا. مش كلام.